إبراهيم سعيد وشيكابالا. مشكلة بقالها سنة، تلقيح كلام من الطرفين وتريقة في البرامج. إبراهيم سعيد في البرنامج بتاعه مفيش وراه سيرة غير شيكابالا. لازم يبطل، كبير في السن ما بيقدرش يجري. شيكابالا في برنامج آخر بيرد ويصرح إن إبراهيم سعيد شخص متناقض بكذا وش، يحلف بأولاده إنه زملكاوي، يعدي سنتين تلاتة يحلف في برنامج تاني إنه أهلاوي. شخصية مذبذبة وتلقيح كلام ما بين الفترة والتانية. تعالوا كده ناخد الموضوع بوجهة نظر مختلفة شوية. لو هنتكلم كورة، إبراهيم سعيد أحسن لاعب جه في تاريخ أفريقيا كمدافع. شيكابالا من أحرف اللعيبة اللي جت في تاريخ مصر كراجل هاف وصنع ألعاب وهداف. فلو الموضوع كورة، الاتنين نجوم كبار، ولا يصح إن إبراهيم سعيد كل يوم يتريق على شيكابالا ويقول إن هو كبير في السن ولازم يعتزل. معلش، دي حاجة ترجع له. شيكابالا أدرى بنفسه، هو اللي يقرر ويقول أنا هعتزل إمتى ومش هعتزل إمتى. الحاجة التانية، لا يصح ولا يجوز من نجم زي إبراهيم سعيد كلاعب كورة مشهور ولن يتكرر بشهادة أعدائه قبل أحبابه. إبراهيم سعيد كلاعب كورة ما جاش زيه. الراجل كان يلعب في برشلونة ويلعب في ريال مدريد ويلعب في أي مكان، وكفاية إن هو أول محترف عربي يدخل الدوري الإنجليزي. ده كإبراهيم سعيد لاعب كورة. إنما شخص إبراهيم سعيد شخصية غير متزنة تماما، كل يوم بكلام مختلف عن اللي قبليه. يوم أنا زملكاوي، يوم أنا أهلاوي، ويوم شيكابالا كبر لازم يبطل كورة، زيزو كبر وما بيعرفش يلعب، وكلام من هذا القبيل ليل ونهار. وفي كل حلقة بيطلع فيها مفيش وراه سيرة غير نادي الزمالك. يا إبراهيم يا سعيد، نادي الزمالك اللي انت بتتريق عليه ده ليل ونهار، حضرتك كنت بتحلف بأولادك انك زملكاوي وبتحب الزمالك وبتكره الأهلي. دلوقتي الآية اتقلبت، أنا والله أهلاوي وبحب الأهلي وابن النادي، والزمالك غلطة إن أنا لعبت فيه. أنا من رأيي، أنا شايف إن إبراهيم سعيد لازم يتعالج، لأن ده إنسان مش طبيعي، شخص متقلب المزاج، حابب يشهر، فليل ونهار ما بيجيبش سيرة غير نادي الزمالك. انت احسن لك لو حابب تنجح في الاعلام، اتكلم بما يرضي الله، واتكلم وقول الصح والغلط، وانتقد بذوق وبأدب وباحترام، وما تقللش من شخص اي نجم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.